ففي هذه الرقعة ما يعرضه الأمير الحجاج لقاء تسليم عبد الرحمن بن الأشعث. يوافق الملك على تسليم عبد الرحمن بن الأشعث للأمير الحجاج بن يوسف ويرسله إليه مقيدا. يكف المسلمون عن اجتياح ديار الهياطلة ويتوقفون عن حرب الملك لمدة تتراوح بين 7 و10 من السنين. يعفى الملك من دفع الإتاوة التي كان يقدمها للمسلمين طوال هذه المدة بعد إنهاء مدة هذه الهدنة والصلح إلى دفع الإتاوة بالطريقة التي يراها. أترى أيها التاجر العربي أنكم تقدمون وعودا وعهودا مؤجلة مقابل رجل ماثل تأخذونه بين أيديكم؟ هذا مال معجل أيها الملك. اذهبوا إلى العربي بن الأشعث، أخرجوه وقيدوه وأتوني به. أيها العربي، قد جئتني لا تحمل إلي إلا هزيمتك وخوفك، أما هؤلاء القوم فقد حملوا إلي ما لا أستطيع رده. إنه لكم، خذوه. ما طلب الحجاج نبأ بن الأشعث، ولكن طلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. احملوه لنضعه بين يدي الحجاج. أيها الأمير، لقد جاءوا بابن الأشعث. أخلوا المكان وليدخل علي منفردا. هيا. لا يقدر على هذا أيها الأمير، فإنه بين أيديهم جثة لا روح فيها. السلام على الأمير. وعليكم السلام يا ابن سبيع. حقا ما سمعت. هذا ما فعله بنفسه وما فعلناه